يا أهلا وسهلا بيكم في سلسلة مشاريع مكتب سكتش للعمارة والديكور في الغردقة. والنهاردة معانا مشروع مميز جدا من الجونة في الغردقة. فنادير الجونة في الغردقة. المشروع كان كالتالي: الفيلا كانت مبنية لغاية هنا، وكان فيها بعض الاكستنشنز. الغرفة دي مسمعة معانا في الغرف اللي فوق، وكان مطلوب من العميل ان احنا نوسع في حمامة مساحة المطبخ، وتوفير مكان للدايننج والليفينج كبيرة جدا، لان افراد الاسرة كبيرة جدا. وكان مطلوب ان هو يعمل حمام خاص لكل غرفة، ويكون في غرفة منهم بأكتر من سرير. وبالفعل قمنا بالمعاينة ورفع المقاسات للأسبلت، وده الجزء اللي كان فيه الاكستنشن لاحظناه، ووجدنا ان في فرق في المنسوب في الجزء ده سلمتين. بدأنا نتعامل مع المشروع ونعمل بروبوزلز مختلفة. وده كان الروف، وبرده كان في ليفلز هنا. ده البروبوزل بتاعنا، وكان مبني على طلبات العميل. ده الانترنس، والمطبخ خصصنا له المساحة دي كلها، وفي باب هنا على الجاردن دايركتلي. والجزء ده للدايننج روم، وطبعا عدد العيلة كبير فكان لازم يبقى بعدد كبير. وهنا كان مطلوب يكون في شاشة كبيرة علشان يستمتعوا بمشاهدة الماتشات العيلة كلها مع بعض. فعملنا الفرش، مقترح الفرش، بحيث يخدم الرؤية للتي في يونت. وده الجست تويلت. وعملنا هنا جست بيدروم لطيفة جدا بالحمام بتاعها. الدور اللي فوق عملنا فيه دي أول غرفة بحمام، دي الغرفة التانية برضو بحمام، ودي الغرفة الماستر كينج كلها على الفيو بالماستر بيدروم بتاعتها. مساحة رهيبة جدا، فيها زون نوم وفيها زون للدريسنج، وده التويلت شاور وتويلت وحوض. وفرق المنسوب أصبح للغرفة دي بس اللي فيها سريرين البصة على الجوردن الخلفية، وده الحمام بتاعها. فبقى عندنا غرفة 2 3 4 كلهم بالحمامات الخاصة بيهم. دي البرزنتيشن بتاعتنا. ده شكل الأعداد اهو. ودي الأعداد، وباصين كلهم ناحية التلفزيون علشان وقت الماتشات. ودي الدايننج تيبل وعلاقتها الدايركتلي مع المطبخ بتاعنا. وده الباب اللي بيخدم المطبخ عن طريق الجاردن دايركتلي، بحيث ان حد مثلا يجي يركن عربيته ينزل الطلبات كلها قدام باب المطبخ، من غير ما يحتاج ان هو يلف كل المسافة دي او يمشي كل ده علشان يدخل الطلبات للمطبخ. دي الجست بيدروم بالحمام بتاعها وطريقة البرزنتيشن. ده الجست تويلت، فيه تويلت وحوض جوه، وبره فيه 2 حوض علشان وقت العزومات ما يبقاش كله محتاج يغسل ايده. اللي عايز يغسل ايده ويطلع ما يبقاش منتظر اللي بيستخدم التويلت. ده الدور اللي فوق وطريقة البرزنتيشن بتاعتنا. الماستر بيدروم اهي باينة معانا، والجزء ده عملنا فيه زي بيت صوفة كده علشان الاستجمام. وده التيرس بتاعنا، عملنا فيه حواجز بين كل غرفة والتانية عن طريق سياج شجر كده بسيط. ودي غرفة بالتويلت بتاعها، ودي غرفة بالتويلت بتاعها، ودي غرفة كمان بالتويلت بتاعها. بشكركم للمتابعة، وأتمنى أكون أفدتكم. كانت معاكم مهندسة استشارية مريم نشأت عدلي.